لو طلبت من حضرتك باختصار كده روشتة للنجاح هتكون ايه؟ هما 3 حاجات أساسية علشان تبدأ أي مشروع والمشروع ده ينجح. أنت لازم يبقى عندك تخطيط، أنت مخطط كويس قوي للمشروع اللي أنت داخل عليه، عامل دراسة جدوى، عارف كل تفصيلة في المشروع ده، عارف هتجيب مين هنا، توظف مين هنا، هتجيب الحاجات منين، المورد مين، الموزع مين، الحاجة دي بتتعمل ازاي. في مثل بلدي كده يقولك اللي ما كانش صبي في المهنة ما يبقاش فيها معلي. فانت لازم اول حاجة تخطط كويس وتعمل دراسة جدوى كويس. تاني حاجة الانضباط، انت بتشتغل عند نفسك قبل ما تشتغل عند العميل، لازم تبقى انت امين وصادق في اللي انت بتعمله. انا شغلي الساعة 7 الساعة 7 موجود، انا ملتزم باللي انا بعمله، مش انا صاحب الشغل فانا مش هعمل، مش هسوي. انت كده مش منضبط، مشروعك مش هينجح. تالت حاجة الاستمرارية، ان انت الانضباط والباشن اللي انت بادئ بيه ده يستمر معاك، ومش يوم ولا 2 ولا سنة، على طول ما المشروع شغال، طول ما انت عندك استمرارية وبتجدد اللي انت بتعمله. 3 حاجات دول روشتة لأي حد عايز يبدأ أي حاجة وينجح فيها. إلى جانب حاجتين بس هما مش أكاديمي قوي، انت لازم تبقى واخد رضا والدك ووالدتك، لازم يبقوا راضيين عنك، لازم تبقى انت كمان بتعمل صداقات، انت تبقى خير. الحاجات دي حاجات متجربة، مش حاجات بتدرس بس، دي حاجات متجربة. في ناس يقولك ايه ده لههلي وتلاقيه ناجح، طب ده ايه يا عم، ده والدته راضية عنه، طب ده ايه يا عم، ده بيتصدق، ده بيعمل خير. الحاجتين دول لو دمجتهم مع ال3 حاجات اللي قلناهم، انت اضمن ان انت اي حاجة هتمسكها لو تراب هيتحول لده.